اكتبوا لي في تعليقات تحت اكتر حاجه صعبه عندكم يعني في المكياج ان انتوا تعملوها او مش بتفهموها كويس. انا بالنسبه لي طبعا الايلاينر الكحله، لان بصراحه يعني اصعب حاجه بالنسبه لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وعافيه. والنهارده رجعت لكم بفيديو جديد. انا اسفه جدا جدا ان انا اتاخرت في تصوير فيديو، بس الفتره اللي فاتت دي طبعا زي ما انتم عارفين شتاء في امريكا، فيعني مفيش شمس خالص. الساعه 2 3 خلاص يعني الشمس بتروح ومفيش نور عشان اصور، ولا بلاقي وقت مع المدرسه وامتحانات والحاجات دي كلها. فاسفه جدا ان انا ما صورتش فيديو في الايامات دي، بس ان شاء الله هعوضكم عشان جبت اضاءه جديده بس عشان الفيديوهات، ويا رب يعجبكم الفيديو. لو عايزين اي طلب لفيديو اكتبوا لي في التعليقات تحت، عشان عايزه يعني اعوضكم على الفتره اللي فاتت دي. فاي فيديو انتوا عايزينه اكتبوا لي في التعليقات تحت، وان شاء الله هعملها لكم الفتره الجايه دي. طبعا لو انت جديده في القناه بتاعتي، انا اسمي رانيا وبعمل فيديوهات في اليوتيوب، ويا رب يعجبكم فيديوهاتي وشغلي. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه بتاعتي، ويلا بينا نبدا. النهارده الفيديو هيكون يعني حاجات بتحتاجيها للمبتدئات في المكياج. لو انت 13 14 لسه هتبدي وتدخلي في عالم المكياج، دي حاجات بتكون اساسيه في المكياج شويه. انا مش بقول ان الحاجات دي كلها لازم تكون عندك، بس دي يعني حاجات اساسيه بتبداي بيها في الميك اب. في حاجات مش ضروريه جدا، وفي حاجات يعني برضو بتكون احسن لو عندك. فاقول لكم على حاجات انا اشتريتها عن نفسي لما بديت احط مكياج، وحاجات انا بنصح بيها يعني كل واحده مبتدئه. اول حاجه هنبدا بيها اللي هي الكونسيلر خلف العيوب. ده ممكن تستخدميه لحته تحت العيون دي عشان تخفي الهالات السوداء يعني قله النوم او الانتفاخ تحت العيون وكده. بس برضو بقول ان لو انت يعني في بدايه الميك اب وكده ما تشتريش فاونديشن، ممكن تستخدميه بدل الفاونديشن. يعني لو عندك حاجه عايزه تخفيها في وشك، لو عندك حبه يعني زهره عايزه تخفيها وكده، استخدمي ده بدل الفاونديشن في البدايه، علشان بشرتك تتعود على الميك اب اول حاجه. وتاني حاجه يعني تكون بدايه يعني تتعودي على الحاجه دي او قبل ما تشتري فاونديشن وكده. تاني حاجة اللي هو الفاونديشن، برضو حاجة أساسية من حاجات الميك اب وكده. أكتر فاونديشن حلو عندي اللي هو فيق مي من ميبلين، ده بصراحة يعني فاونديشن جميل جدا. جربتي فاونديشنات اوكي، جربت فاونديشنز كتير قوي بس ما لقيتش يعني اللي عجبني قوي. لقيت واحد بس شكله طلع عليا الرمادي كده، معرفش لو كان فاتح بزياده. وجربت واحد تاني بس يعني لونه مش حلو، انا مش عاجبني. فده بصراحه نفعني جدا. تالت حاجه اللي هو باودر. طبعا الباودر لازم يجي بعد الفاونديشن لو مش عايزه الفاونديشن بتاعك يسيح وكده والكلام ده كله. انا بستخدم باودر كفر جولد ترو بلاند جدا، بس الحاجه الوحشه فيه ان لو يعني مش جبتي نفس لونك هيطلع عليك مش حلو. لازم يكون نفس درجه لونك والا هيطلع وحش. ده الحاجه الوحيده اللي انا ما حبيتهوش فيه، بس حاجه غير كده لا يعني حلو جدا جدا وبيثبت الفاونديشن رائع. رابع حاجه اللي هي الماسكارا بتاعتي من ميبلين ذا ميجا بلاش فوليوم اكسبرس واتر بروف. ده ماسكارا بصراحه اشتريته جديد، لسه يعني ما استخدمتوش كتير، مرتين بس. الماسكارا القديمه بتاعتي برضو كان من ميبلين بس الاصفر. هي كل اللي بتعمله ماسكارا ان هي بتدي يعني تخلي رموشك طويله، تبان طويله يعني، بس شكلها بيبقى طبيعي قوي. والماسكارا بصراحه يعني حاجه لا انا مش قادره بستغنى عنها في الميك اب بتاعي. عادي تشتري اي نوع ماسكارا، يعني هما كلهم بيعملوا نفس الشغل، بس في ماسكارات بتديكي طول زياده مثلا، وفي ماسكارات بتدي للرموش بتاعتك فوليوم يعني بتخليها كده تبان ان هي كتير قوي كثيفه. فده الاختلاف بينهم. بس لو لقيتي اي ماسكارا انت عجبتك وسعرها كويس. خامس حاجه اللي هو البلاش. صراحه ده حاجه انا ما كنتش عارفاها زمان قوي لما بدات، ويعني زمان كنت احط الفاونديشن والباودر والماسكارا وخلاص وكده. وشي كان ما فيهوش لون خالص. ده كان بلاش جبته من مصر، صراحه عجبني جدا. ما تحطيش كتير من البلاش، دي حاجه انا بنصحكم فيها وتجربه وحشه قوي انا مريت بيها نفسي. نيجي للاي شادو. اوه ماي جاد، انا بحب الحاجات دي قوي بصراحه. الالوان بتعجبني جدا. الاي شادو هو ببساطه ان تدي شويه لون لفوق العيون دي عشان تباني مصحصحه، او عايزه تدي يعني لون معين لشكلك. تقدري تلعبي بالالوان ويعني تشوفي اللي يناسبك وتشوفي اللي مش بيناسبك وكده. الاي شادو حاجه مش لازم ضروري، بس حاجه حلوه لو عندك. يعني حاجه تانية هتكلم عنها اللي هو الكحل او الايلاينر. دي حاجه بتكمل الماسكارا، يعني هو الماسكارا بيكملوا بعض بطريقه غريبه.
فالايلاينر ترسمي خط فوق العين، وفي اشكال يعني كتير جدا. الايلاينر بالنسبه لي اصعب جزء من المكياج بصراحه، يعني ان انت ترسمي خط بيكون بشكل مثالي والكلام ده كله صعب جدا. في البدايه طبعا ما كنتش برسم الوينج والحاجات دي وبرسم اشكال والكلام ده كله، يعني في البدايه كنت اعمل خط صغير قوي فوق العين بس عشان يدي يعني تحديد والعيون تبان يعني بشكل احسن. فبس بعد فتره اتعلمت يعني اعمل الحاجات دي ازاي، ولسه بتعلم لان بصراحه صعب جدا بالنسبه لي. ففي اشكال كتير جدا ممكن تعملي بيهم الايلاينر، يعني اشكال كتير جدا. اخر حاجه اللي هي الليبستيك او الليب لام. اكتر ليبستيك بحبه من لوريال. ممكن تلعبي الالوان ومعرفش تجربي ده وتسيبي ده يعني تشوفي شكلك بدا عامل ازاي وكده. دي حاجه حلوه قوي انا بحبها جدا. واكتر حاجه يعني مفضله عندي اللي هو الاحمر الغامق والاحمر الفاتح والكلام ده، يعني الاحمر اكتر حاجه انا بحبها وبتليق عليا على لون بشرتي والكلام ده كله. بس لو انت مش بتحبي الروج لسبب ما، او انت بتحسي ان هو تقيل او يعني مش على عمرك او الكلام ده كله، اي يعني لاي سبب من الاسباب، ممكن تستخدمي الليب لام اللي هو يعني مرطب شفايف، بس برضه بيدي لمعه للشفايف وكده وبيرطبها بيخليها يعني شكلها يبان ناعم وكده. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يعجبكم الفيديو، والفيديو ده مخصص للمبتدئات في المكياج وكده. قلت اشارككم اللي انا بعرفه ورايي والكلام ده كله والمنتجات اللي انا بستخدمها والميك اب اللي انا بستخدمه في البدايات وكده. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك، الزر الاحمر اللي تحت ده. شارك الفيديو ده مع اي صديقه ليكي او اخت او حد لسه هيدخل في المكياج والكلام ده عشان يكون عندي فكره صغيره في الحاجات. فاعملوا شير للفيديو ده في تويتر، فيسبوك، انستجرام، محل ما انتوا موجودين، يعني في الواتساب، اي حاجه انتوا عايزينها. الى اللقاء.